مدرب نادي القاسم. بداية المباراة. هنا خطأ لمجتبى محسن، الكرة تنفذ عالية خطيرة وضربة رأسية خطيرة، كانت خطيرة الضربة الأولى لنادي القاسم، ولكنها مرت منتظر عبد السادة بضربة رأسية، ولكن حارس المرمى تصدى للكرة بشكل ممتاز وأبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ولدينا ركلة ركنية. الآن بداية يبدو لي جيدة، البداية يبدو لي رائعة. الكرة داخل منطقة الجزاء، خطير الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى الآن. هذا المدرب أيمن الحكيم، بالمقابل السيد عبد الغني الشاهد مدرب فريق النجف. كرة ملعوبة في وسط الملعب، بعد ذلك التمرير أحمد ماكنزي. 3 أهداف لماكنزي، بينما اللاعب الممتاز دومينيك ميندي 5 أهداف هذا الموسم مع فريق النجف. كرة في هجوم لحيدر عبد الرحيم، مجتبى محسن، محاولة مستمرة عالية الكرة، رضا يحاول وفابريس مع رضا عبد العزيز اللي حصل الكرة. حارس مرمى يمتاز بطول القامة، حارس مرمى فريق النجف. بالمناسبة النجف بالمركز الرابع عشر ب 26 نقطة، وفريق القاسم بالمركز السابع ب 32 نقطة. محمد صالح، أحمد ماكنزي، كرة ملعوبة للأمام. هجوم الآن بشير، أو هذا إياي يحاول، وكرة مقطوعة. هدف واحد هذا الموسم للاعب إياي. هجوم لأحمد للنجف، محاولة مستمرة صافرة، ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق النجف. هنا الإعادة والخطأ لمصلحة فريق النجف لأحمد ماكنزي. بداية المباراة عبد الغني شهد مدرب فريق النجف، والكرة بعد ذلك تبعد للأمام. فابريس 5 دقائق مرت، تعادل بدون أهداف. تمرير الكرة أحمد نعيم يعود لفابريس، كرة في الوسط، عودة لفابريس. أحمد ماكنزي، عالية الكرة وإبعاد بشكل ممتاز من قبل اللاعب محمد الباقر عبد الرحمن، اللاعب اللي سبق ومثل فريق النجف. كرة ملعوبة لي واحد من أفضل اللاعبين في دورينا، تحدث عن محمد قاسم، والكرة وصلت بعد ذلك لحارس المرمى علي خالد. علي، هذا إياي. مباراة لغاية الآن ما فيها فرص ولا فيها كرات خطيرة على المرميين من خلال هذه المباراة لغاية الآن. هنا أحمد نعيم لفابريس، كرة ملعوبة أمامية، الكرة تقطع الآن سريعة، محاولة مستمرة. حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب، مرتدة هذه للحارث حاتم،
طبعا اليوم لدينا محمد قاسم وبالمقابل الحارث حاتم. هذه الأسماء المؤثرة بطبيعة الحال مع الفريقين. كرة خطيرة ومرت للمرة الثانية لفريق نادي القاسم، هذه المرة سيف رشيد، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف الكرة، وبالتالي تابع الكرة ومرت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق النجم. شوف الإعادة، سيف رشيد 8 أهداف هذا الموسم، يظهر بصورة مميزة من خلال مباريات هذا الموسم. كرة تنفذ للأمام، مرت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، هذا المدرب أيمن الحكيم، نتائجه مميزة لغاية الآن مع فريق نادي القاسم. فوز على الفرق الجماهيرية، أغلب المباريات لديه حضور مميز، وبالتالي طبعا هو لم يفز على كل الفرق الجماهيرية، تحدث عن الزوراء والقوى الجوية، لكن حضوره بالتعادل أمام الشرطة، حضوره بالتعادل أمام الطلبة، هناك مباريات قدم فيها مستوى كبير. خسارة الأكبر والخسارة التي من خلالها كانت مؤلمة بالنسبة لفريق نادي القاسم هذا الموسم، كانت أمام نادي زاخو ب6 أهداف مقابل هدفين. علي خالد، عالية الكرة، ابعاد بعد ذلك محمد قاسم، كرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، محمد الباقر، فابريس يعود بالكرة لمحمد جاسم، تبقى المحاولة وبعد ذلك التمرير. وصلت الكرة هنا، الهجوم يتواصل. البشير يحاول أن يمر سريع، انطلق، مر، وهذه خطيرة. الله، هدف لغزلان البادية، هدف لغزلان البادية. سجل إياي، تقدم النجف، سجل النجف أول أهداف في المباراة، وبكرة مرتدة كانت سريعة وكانت جميلة. شوف البشير، شوف غورياني، البشير بن محمد، وكرة عرضية وتابعها صح، ووضع الكرة في المكان المناسب. يتابع الكرة بهكذا طريقة ممتازة، كانت على مستوى المتابعة ليتقدم فريق النجف بأول أهداف في المباراة. هدف مقابل لا شيء الآن، هز الشباك إياي، تقدم إياي، سجل للنجف ويحتفل بهكذا طريقة ليسجل ثاني أهدافه من خلال هذا الموسم. هدف للنجف مقابل لا شيء لنادي القاسم من خلال مباراة اليوم، ولحساب الجولة 22 من دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. هدف مقابل لا شيء. متابعة كانت جميلة لهدف المباراة، وكذلك المرور الممتاز والاختراق الممتاز اللي كان من قبل اللاعب البشير بن محمد. تقدم وبعد ذلك أرسل كرة عرضية ومرت على محمد قاسم، ولكنها ما مرت على اللاعب إياي ليتقدم فريق النجف بأول أهداف في المباراة. كرة ملعوبة تنقل للأمام، إياي انطلق فيها داخل منطقة الجزاء، وحكم المباراة أشار لوجود ركلة مرمى. ركلة مرمى الآن. أجواء جميلة على مدرجات ملعب النجف الدولي.
هذه الكرة التي طالب فيها بخطأ اللاعب إياي صاحب الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن. أحمد كاظم حكم المباراة. بانتظار الفار إذا ما كان فيها ركلة جزاء أو لا. حكام الفار محمد صلاح ومحمد لؤي صبحي. هل يستدعي حكم المباراة لكي يتابع اللقطة ويشاهد اللقطة؟ ننتظر ونتابع. هنا رضا محمد حاكم يعود للفار أحمد كاظم ليتابع الكرة وبالتالي بعدها سيقرر. هنا جماهير نجف فرح بهذا التقدم بهدف مقابل لا شيء لغاية الآن، وهي تنتظر ربما هل فيها ركلة جزاء أو لا. شوف الإعادة، تدخل من قبل كرة مشتركة ما بين إياي وكذلك حسين محسن، والقرار يبقى لحكم المباراة أحمد كاظم. هذه زاوية وهذه زاوية ثانية، هذه زاوية ثانية. شوف، وبالتالي حكم المباراة اتخذ القرار خلاص سريع جدا في اتخاذ القرار. وهنا المدافع حسين محسن. أحمد كاظم ماذا يقول؟ أحمد كاظم ماذا يقول؟ يقول بأنه لدينا ركلة جزاء للنجف، ركلة جزاء للنجف. الآن النجف بركلة جزاء وعن طريق اللاعب إياي. تقدم إياي، وهنا حكم المباراة يحتسب بأنه هذه الحالة فيها عثار وفيها تدخل وفيها احتساب ركلة جزاء بعد العودة للفار. حسين محسن مدافع فريق القاسم. مباراة الربع ساعة الأولى، وفريق النجف ربما يسجل هدف ثاني، ربما يسجل الهدف الثاني. دومينيك مندي، ضاعت على النجف، دومينيك مندي ضيع الكرة مندي، وتدخل حارس المرمى علي خالد تفوق، وكانت له الله ياهي ردة فعل سريعة. الكرة كانت قوية، ولكن برافو حارس المرمى. هذا التدخل الممتاز الذي من خلاله في اللقطة الماضية تصدى وينقذ مرمى القاسم من هدف من ركلة جزاء من أمام اللاعب دومينيك مندي لاعب فريق النجف. ضياع لركلة جزاء في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول. كرة ملعوبة الآن في وسط الملعب. حسين محسن جهة اليمين، تمرير بعد ذلك حيدر عبد الرحيم، محاولة مستمرة مشتبه، كرة مقطوعة عن طريق محمد قاسم إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس لمصلحة اللاعب إياي. هنا حسين محسن اللاعب اللي تسبب بركلة الجزاء، ولكن حارس المرمى بعد ذلك تصدى للكرة. كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا دومينيك
مندي، كرة ملعوبة الآن، هجوم تنقل للأمام ولكنها مرت ووصلت لحارس المرمى علي خالد، وصلت لحارس المرمى علي خالد. هنا التمرير، محمد صالح، تمرير بعد ذلك، عودة بالكرة لأحمد نعيم، الكرة العرضية، إبعاد من قبل حارس المرمى، طالت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. مدرب السيد عبد الغني شهد، أحمد نعيم، كرة لإياي صاحب الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن. ابعاد للكرة من محمد جاسم الى خارج ارضية الملعب الى رمية تماس. هذا سيف رشيد، عالية الكرة العرضية، ابعاد من قبل احمد نعيم الى خارج ارضية الملعب، رمية تماس، كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة من الحارث حاتم هداف الفريق ب9 أهداف، دومينيك ميندي لاعب السنغالي اللي ضيع ركلة الجزاء. بينما هنا المحاولة، الكرة وصلت بعد ذلك لكرار فالح، هذا محمد قاسم، أمامية الكرة فابريس لاعب التوغولي، رضا عبد العزيز، أمامية الكرة، بشير، تمرير الكرة، تبقى المحاولة، رضا، بشير، محمد قاسم بلبسه، الله الله على الكرة، حلوة حلوة الكرة وحلوة المحاولة، كانت من التونسي بشير بن محمد، ولكن اللبسة الله الله، يا سلام، حلوة ورائعة وجميلة من الفنان محمد قاسم، من المبدع محمد قاسم، من اللاعب المثالي محمد قاسم الذي يقدم أفضل ما لديه بلمسة جميلة ورائعة من قبل محمد قاسم واللاعب البشير بن محمد دورياني، وتسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب. يبقى التقدم بهدف عن طريق اللاعب إياي أتيموين لاعب النيجيري في الدقيقة 10 من زمن هذا الشوط. كرة فيها تمريرة ممتازة، دومينيك مندي، ومرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب. هذا مندي السنغالي، بينما هنا كرار فالح، اسمع المدرجات، اسمع اسمع اسمع. والله تجبرك هذه الاجواء وهذه الهتافات بان تكون مستمعا لها. عاليه الكره، ابعاد من قبل حارس المرمى، تدخل في الكره الماضيه، ولدينا صافره
وخطأ لعلي خالد حارس المرمى. شوف الإعادة، كرة مشتركة وتدخل من قبل حارس المرمى، كان مع محمد جاسم مدافع فريق النجف، وبالتالي الكرة فيها صافرة وفيها خطأ منتصف الشوط الأول. يا من تتابع وتشاهد عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام أينما كنتم، التقدم لفريق النجف بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب إياي اتيموي لاعب النيجيري في الدقيقة العاشرة مقابل لا شيء لفريق نادي القاسم. كرة ملعوبة الآن، محمد صالح، محمد جاسم، أحمد ماكنزي، كرة في الوسط، محمد قاسم لمحمد جاسم، أحمد ماكنزي، عالية الكرة وإبعاد بعد ذلك دومينيك مندي. محمد قاسم يحاول أن يمر، كرة مقطوعة الآن، محمد الباقر، تمرير للكرة، وصلت لمحمد جاسم، محمد لمحمد صالح، بعد ذلك التمرير، استخلاص ممتاز، مندي طلب للكرة ولكن خاطئة كانت من قبل محمد قاسم، فابريس وصافرة وخطأ للحارث حاتم، خطأ للحارث حاتم، واحد من أفضل اللاعبين في دورينا، يقدم مستوى كبير هذا اللاعب، لاعب ممتاز. وذكرت اليوم لدينا اثنان، يعني واحد من النجف اللي هو محمد قاسم، وبالمقابل لاعب نادي القاسم اللي هو الحارث حاتم. اسماء مميزة مع الفريقين، وبالتالي كل الجماهير تنتظر، جماهير الفريقين حسين محسن، كرار فالح، كرة تنفذ للأمام من منتظر للحارث حاتم، سدد الكرة من مسافة بعيدة ولكنها وصلت لحارس المرمى، وصلت لرضا عبد العزيز. فابريس، محمد جاسم، كرة لمحمد صالح، دومينيك مندي، محمد صالح، كرة ملعوبة للأمام، محمد قاسم يحاول أن يمر، يحاول أن يسدد، سدد الكرة ولكنها اصطدت وتحولت الآن مرتدة ومن ثم عادت لفريق النجف. كرة فيها التمرير، محمد جاسم يحاول بتمرير الكرة، بعد ذلك لفابريس، فابريس كرة الآن والتمرير، محمد جاسم طالت أو لا زالت داخل أرضية الملعب، أحمد ماكنزي مع محمد جاسم، تبقى المحاولة لمجتبى محسن، كرار فالح، عالية الكرة، إبعاد من أمام الحارث حاتم، بعد ذلك التمرير، أحمد ماكنزي لمحمد صالح، تمرير الكرة، تبادل الكرات، رضا حاتم، مقطوعة الكرة الآن وأصبحت مرتدة لمصلحة نادي القاسم ووصلت لحارس المرمى، وهناك كرة مشتركة ما بين حارس المرمى والمدافع زميله اللي هو أحمد نعيم.
بالسلامة للاعبي الفريقين. هنا حكم المباراة أحمد كاظم، أكثر من 20 مباراة دولية، دولي منذ عام 2022. بالسلامة للمدافع ولحارس المرمى، لكرة مشتركة ما بين الفريقين في اللقطة الماضية. نادر قاسم 32 نقطة، 8 فوز، 8 تعادلات، 5 خسائر، سجل 23، استقبلت شباكة 19 هدف قادم من تعادل أمام الميناء بدون أهداف في الجولة 21. هذه جماهير النجف، تحية لهذه الجماهير بأمسية رمضانية هنا في ملعب النجف. أجواء جميلة في ملعب النجف. فريق النجف 6 فوز، 26 نقطة طبعا، 8 تعادلات، 7 خسائر، سجل 21 وفي مرماه 16 هدف قادم من خسارة أمام نادي أربيل بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 21 في ملعب النجف. يحاول أن يعوض فريق النجف من خلال هذه المباراة، وفريق القاسم كذلك يحاول يظفر بالنقاط الثلاث. كل هذه الأمور واردة بالنسبة لكلا الفريقين، ممكن النجف، ممكن نادي القاسم، وكذلك ممكن أن يكون التعادل حاضرا بهذه المباراة. تمرير الآن، رضا حاتم، محمد قاسم، بشير حاول أن يمر، والكرة بعد ذلك تقطع وإلى خارج أرضية الملعب. كان واضح في الصورة كرار علي، هذا غورياني، البشير بن محمد، أحمد نعيم على التنفيذ برمية تماس. غورياني، أحمد نعيم، كرار علي، كرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى تماس. ضغط كبير من قبل أحمد نعيم مدافع فريق النجف، والكرة تحولت إلى تماس الآن. رمية تماس، الكرة تنفذ داخل منطقة الجزاء. رضا رضا رضا، عرضية خطيرة للثاني، ضاعت الكرة على النجف، ولو سجل من خلالها لكان هدف جميل. هنا الحارث حاتم مرر الكرة ولكنها خاطئة خاطئة، وصلت لي فابريس بالتمرير، والكرة طالت على البشير بن محمد. طالت الكرة، علي خالد تصدى لهذه الكرة. شوف الكرة كانت جميلة، الكرة كانت جميلة. الله الله على كرة اياي اتيموين. مرت الكرة هنا، محمد قاسم، تمرير دومينيك مندي. الله الله، ولكن حارس المرمى تصدى للكرة الماضية، تصدى علي خالد لكرة دومينيك مندي، التسديدة القوية صاحب الأهداف الخمسة، وبقدم يسارية قوية، وحارس المرمى تصدى للكرة إلى ركلة ركنية. تبقى المحاولة هذه خطيرة، ماكنزي خطيرة 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 للنجف، عالية ترسل للأمام، ولكن المدافع أقرب للكرة مرتدة. هذه سيف رشيد، حارث حاتم يحاول، ولكن فابريس، رضا، تمرير الكرة، دومينيك مندي، محمد قاسم، عودة إلى الوسط،
التمرير بعد ذلك وبلمسة جميلة طالت على إياي إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. كرار فالح، توجيهات مستمرة من أيمن الحكيم المدرب. كرة فيها التمرير الآن. محمد قاسم، ميندي، محمد صالح، تبادل الكرات، تمرير إياي يحاول يسدد. الله الله على الفرص، الله على الكرات، الله على التسديدات، والله على براعة حارس المرمى علي خالد. وحتى الكرات اللي مرت إلى خارج أرضية الملعب كانت خطيرة. النجف ممتاز، النجف ممتاز، يقدم مباراة كبيرة. شوف التسديدة الماضية هذه خطيرة خطيرة كذلك، واحدة من الكرات، واحدة من الفرص التي تحسب لغزلان البادية، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة في الوسط، فابريس، رضا، عودة، رضا حاتم، أقرب للمدافع كرار فالح. خطأ لكرار، ركلة حرة مباشرة لمدافع نادي القاسم. هذه التسديدة التي كانت قوية من دومينيك ميندي، وحارس المرمى تصدى لها علي خالد. هذا الحارس اللي يقدم مباراة كبيرة بطبيعة الحال، ينقذ مرماه من عدة كرات خطيرة، وكذلك من خلال هذه المباراة أنقذ مرمى فريق القاسم وتصدى لركلة جزاء أمام اللاعب دومينيك ميندي في الدقيقة 15. صافرة وخطأ، بطاقة صفراء لمحمد الباقر. هذا غورياني البشير بن محمد. هنا الإعادة، البطاقة على من كانت؟ اعتقد البشير. اي نعم، غورياني بشير بن محمد هو من تلقى البطاقة الصفراء، بينما هنا المرور والمحاولة مستمرة ولكنها طالت. بعد ذلك وأبعدت الكرة. محمد قاسم، حارس حاتم، أحمد مكنزي، تمرير الكرة، فابريس. 10 دقائق الوقت المتبقي على نهاية الشوط الأول، ولا يزال النجف متقدما بهدف مقابل لا شيء. كرة فيها التمرير الآن، لمصلحة فريق النجف. محمد قاسم بعودة بالكرة إلى الخلف. محمد جاسم، مدافع الكابتن اللاعب الخبرة لصفوف فريق النجف. عالية الكرة، كرار، لكرار فالح، لكرار علي. محمد جاسم، أحمد مكنزي، تمرير الكرة، إياي أتيموين لمحمد قاسم، حاول ويسدد من مسافة بعيدة، وحارس المرمى على دفعتين حصل الكرة. على الدفعتين حارس المرمى علي خالد من أمام هذا اللاعب محمد قاسم اللي يسدد
الكرة من مسافة بعيدة. شوف الكرات اللي تصطد بالأرض دائما ما تشكل خطورة على حراس المرمى. طلاقة سريعة، محمد الباقر يحاول إرسال كرة عرضية والحارث حاتم طالت الكرة على الحارث حاتم. محمد صالح، دومينيك كيميندي، تمرير الكرة، محمد قاسم يحاول، تبقى المحاولة مستمرة والكرة العرضية ابعاد بعد ذلك الى خارج ارضية الملعب من مجتبى محسن الى ركلة ركنية. ابعد الكرة الى ركلة ركنية. مباراة جميلة لغاية الان، افضلية لفريق نادي النجف. فريق القاسم يعتمد على الكرات المرتدة. هذه كرة لدومينيك مندي بتسديد الكرة، ولكن بعد ذلك ابعدت احمد نعيم. تغيير اتجاه اللعب. كرة وصلت من حيدر عبد الرحيم لمحمد الباقر. محمد صالح. 4 ركنيات في المباراة، 3 للنجف مقابل ركنية واحدة لنادي القاسم. محمد جاسم على التنفيذ، عالية الكرة ولدينا حكم المباراة. مبدأ إتاحة الفرصة تنقل للأمام للحارث حاتم، وكذلك محمد صالح تقطع بالمرة الأولى، بعد ذلك سيطر عليها الحارث حاتم. سريع تمرير، هذه خطيرة وفرصة، ولكن فابريس على دفعتين حصل الكرة، ومن ثم الإبعاد للأمام. كرار حارث حاتم، تمرير من عمار داخل، كرة أمامية وصلت لأحمد مكنزي إلى رمية تماس لمصلحة نادي النجف. هذا مكنزي، توجيهات مستمرة من قبل المدرب عبد الغني شاد. رمية تماس، رضا حاتم، محمد صالح، فابريس، احمد نعيم. كرة ملعوبة الان، وصلت لرضا. محمد جاسم، تمرير بعد ذلك لفابريس، جهة اليمين، محاولة مستمرة للنجف. بشير، غورياني، مندي، فابريس. لدينا لاعب مصاب، بالسلامة للاعب حيدر عبد الرحيم لاعب فريق نادي القاسم. هذه الإعادة للكرة بينه وبين غورياني، كانت اللقطة الأولى محمد الباقر بطبيعة الحال. جماهير النجف بكل تأكيد يعني أجواء على المدرجات فرحة بهذا التقدم لغاية الآن. كرة ملعوبة الآن، فابريس إياي تقدم بالكرة. محمد قاسم لمكنزي، هجوم، محاولة جهة اليسار، اختراق والكرة العرضية الممتازة، ولكنها مرت الكرة.
مرت الكرة وبالتالي عادت لفريق نادي القاسم. كرة في وسط الملعب، تمرير، هجوم الآن. دومينيك ميندي تقطع، وصلت لمحمد الباقر. كرار او كان منتظر ابعاد للكرة. هجوم لمجتبى، مجتبى محاولة مستمرة. الحارث حاتم، تمرير، عمار داخل، عمار، حارث حاتم، محاولة مستمرة. هجوم، توغل من المدافع وتمرير الكرة بعد ذلك فيها ابعاد من قبل حارس المرمى. فيها ابعاد من قبل حارس المرمى. مشوار نادي القاسم من خلال هذا الموسم بدأ بخسارة من نفط ميسان بهدفين مقابل هدف واحد، وبعد ذلك التعادل امام الكهرباء بدون اهداف، فوز على فريق ديالى ب1-0، فوز على فريق اربيل ب4 اهداف مقابل لا شيء، تعادل امام الشرطة بهدفين، خسارة من القرمة بهدف مقابل لا شيء، تعادل امام النفط والطلبة والميناء كذلك بدون اهداف. هذه من التعادلات الحاضرة. وخسارة من فريق النجف بالمرحلة الأولى بهدف مقابل لا شيء، خسارة من الدهوك بهدفين مقابل لا شيء، والفوز على الحدود ب4 أهداف مقابل هدفين، تعادل أمام الكرخ بدون أهداف، وفوز على كربلاء بهدف، فوز على القوة الجوية بهدف، فوز على نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد، تعادل أمام نوروز بهدف مقابل هدف، فوز على الزوراء بهدفين، خسارة من زاخو ب6 أهداف مقابل هدفين، وفوز على دهوك بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل أمام الميناء بدون أهداف. هو في مباراة الكاس، هو قادم من مباراة الكاس، قبلها كانت مباراة الدوري أمام فريق الميناء التي تعادل فيها بدون أهداف، ولكن بعدها كانت أمام القوة الجوية في مباراة الكاس، المباراة التي خسرها بهدفين مقابل هدف واحد. الكرة اللي فيها خطأ لفابريس لاعب التوغولي، خمسة 45 دقيقة انتهت، نلعب في الوقت المضاف للشوط الأول. رضا إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس. تماس الآن، كرة لإياي، حسين محسن، كرار فالح، كرة إلى تماس، حارث حاتم، رمية تماس الآن، السلامة لسيف رشيد، يبدو إصابة، السلامة هذه يبدو لي إصابة وشاهد الدماء. نتمنى السلامة لسيف رشيد مهاجم فريق نادي القاسم، لاعب الممتاز صاحب 8 أهداف، ثاني ترتيب هدافين نادي القاسم بعد الحارث حاتم
صاحب ال9 أهداف. بينما هنا الهجوم، محمد قاسم يحاول، الله الله على الكرة الأولى والثانية دومينيك مندي، ولكن الكرة بعد ذلك مقطوعة وتبعد الآن. مرتدة الحارث حاتم، عمار داخل، حارث حاتم، هجوم، طلاقة سريعة، أحمد مكنزي، فابريس لأحمد مكنزي، كرة لمصلحة النجف. لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب على ما أعتقد مجتبى محسن يشكو من إصابة. مجتبى يشكو من إصابة. أيمن الحكيم سيبحث عن الحلول ما بين الشوطين، سيبحث عن الحلول ما بين الشوطين. هذه الكرة، وهنا دومينيك مندي ومجتبى محسن، لاعب السنغالي اللي أضاع، نذكر بأنه أضاع ركلة جزاء من خلال هذا الشوط في الدقيقة 15 تصدى لها حارس المرمى علي خالد. هذا مندي، شوط أول ممتاز ما بين الفريقين، أفضلية لفريق نادي النجف من خلال هذا الشوط. فريق نادي القاسم يعتمد على الكرات المرتدة ويعتمد على سرعة الحارث حاتم. إذن هنا الصافرة، أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، تأتي صافرة حكم المباراة أحمد كاظم لتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم فريق النجف بهدف عن طريق اللاعب إياي أتيموين اللاعب النيجيري في الدقيقة 10 مقابل لا شيء لفريق نادي القاسم. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء. لاعب منتظر عادل عد، منتظر مر، والكرة لا زالت مستمرة لحسام. جول! هذا هو سويعيد، والهدف الأول. الكهرباء يسجلون أول أهداف المباراة. نعم، الفريق الذي يولد الحماس ويشعل المنافسة لا يعرف سوى طريق الهجوم واللعب الجميل. هذا هو الكيان، ليس مجرد اسم بل هو طاقة كروية متجددة هنا في معقل الصواعق، في معقل الزوراء. يصنع نعم ويرسم ويسجل السويعيد وأول أهداف اللقاء. الصناعة تأتي من نهاد محمد، والسويعيد حطى بالرأس بأول أهداف المباراة بهدف أول لنادي الكهرباء. محمد السويعيد من الكهرباء وتصل هنا الابعاد. ياتي عمر ومرت لنهاد محمد، هذا الثاني يا نهاد، عد الثاني يا نهاد محمد، يرفض الاحتفال نهاد محمد. وللمرة الثانية هنا الكهرباء نعم يتجدد في معقل الصواعق في ملعب الزوراء، يرسمون المجد بأقدام لاعبهم، لا يعرفون المستحيل، يتقدمون بهدف ثاني بالمباراة. وهذه المباراة الرائعة والهدف الثاني للكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد. شاهد
هنا الكرة وهنا النقلة، هنا الاسيست الجميل من ستار جبار، اخطأ بها عمر نوري واستغل هذا الخطأ نهاد محمد ليعلن عن ثاني اهداف الكهرباء. اسيست رائع من المدافع، شاهد هناك من المدافع ستار جبار مرة ليخادع المدافعين، اخطأ بهذه الكرة عمر نوري، وغلطة الشاطر خلاص يا عمر تكلف هدف. لا نقول غلطة الشاطر بل غلطة المدافع تكلف هدف يا عمر نوري، وهذه كلفت الكرخ بهذا الخطأ هدف التقدم والهدف الثاني لنادي الكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد. فابريس يلف ويدور بوسط الملعب، نقلة خاطئة ويوسف السودا يستغل هذا الخطأ ويصدق. الله، هدف أول، هذا صاروخ من القلعة الصفراء. نعم، بأول أهداف المباراة بهدف وبصاروخ. هنا نادي أربيل، هذا الفريق الذي اعتاد على الصعود فوق قمم الجبال، قادم بكل شموخ، يريد أن يفرض نفسه في مباراة اليوم، يبحث عن كسب النقاط وبكورة رائعة بتصويبة رائعة. يوسف بن سودة، الله الله الله، بكرة لا تصد لأربيل. هولير بهدف أول، بهدف رائع جميل من يوسف بن سودة، حاول بذلك الطيران رضا عبد العزيز، والكرة صعبة وبعيدة على الحارس، وهدف أول لنادي أربيل. كلي تعدي عند خالد بهذه الكرة، ومحمد يقطم هذه الكرة، عدى أحمد نعيم، مر يا أحمد، عدى أحمد نعيم لمحمد قاسم، تدرك الكرة دومينيك مندي، جول يا مندي، دومينيك مندي يسجل هدف التعادل. نعم، هنا النجف، هنا غزلان البادية بعزيمة الغزلان، يركضون في سهول البادية، لا يعرفون التعب، لا يهابون الخصوم، يسعون من أجل الاقتناص للنقاط الثلاثة وإسعاد هذه الجماهير المتواجدة. لا مجال للتراجع ولا مكان للخوف، هي معركة كروية بنكهة عراقية أصيلة ما بين النجف وأربيل. هنا الكبرياء، هنا نعم منجم النجوم بسرعة الغزلان ومكر الفهود، يسجلون هدف التعادل. يأتي من محمد قاسم بوسط الملعب المباراة، سفيان والكرة لفرانك سيدريك، روى يوسف، عدى بهذه الكرة بهذه الطريقة، روى بنقلة لفرانك سيدريك، مر فرانك سيدريك، سدد فرانك سيدريك الثاني، الله، يوسف بن سودة والهدف الثاني. هولير يسجلون ثاني أهداف المباراة. اللهب الأصفر، نعم اللهب الأصفر، والهدف الثاني بهذا اللقاء. يوسف بن سودة يسجل الهدف الثاني بالمباراة للقلعة الصفراء، تحصن أسوارها بهدف ثاني بطريقة جميلة، بأسيست رائع، بحركة ونقلة رائعة من فرانك سيدريك. هو عدى، مرر هذه الكرة على طبق من ذهب ليوسف بن سودة، شاهد المرور من روى يوسف لفرانك سيدريك بهذه الطريقة، بهذا المرور، نعم ببرودة الأعصاب، ويا لبرودة أعصابك يا يوسف بن سودة على الهدف الثاني، على الهدف الجميل. هذا الرسام، هذا الفنان. فيما كرة تريد أمجد عطوان، فيما آخر من سجل في مباريات الفريقين، يلعب كرة، الله، على طريقة الكبار، بطريقته الخاصة، بوصفه الخاص. أمجد عطوان يشعل مدرجات ملعب زاخو، يجعل مدينة الخمور ترى عجيجها وضجيجها وكل شيء على مدرجات ملعبها يسمع ويرى ويشاهد. أمجد الفنان، أمجد المهاري الرائع،
هنا أمجد الذي ينافس الهدافين، مر عدى نظر، من قال إن الشباك لا تخترق؟ الله في المرمى فهد، لكنه غير قادر على رد الكرة، على رد القنبلة التي أرسلها عطوان، رايحة للجول، رايحة للمرمى وفي شباك فهد، وانفجار هيجان على المدرج، وما يجري جنون على جنون على جنون. كان هنا في هذا الملعب في مباراة 4-3، بينما كرة التعديل ربما هي جول، التعادل يأتي بغفلة من الجميع. باسم وضع الخلطة، وضع الشيء الملازم للعودة، وكرة العودة تأتي أمام ماتشي أوغستين أماتو، يسجل الآن أمام ماتشي كلاباتشي، يحلق عاليا بالأنيق، يعيد الأنيق من الوسلات إلى النيجيري، إلى كرة مباغتة لعلي كاظم، إلى عودة طلابية زرقاء. الكرة الجميلة رائعة يمينية من جانب اللاعب النيجيري أمام ماتشي أوغستين، وعلى يسار علي كاظم باغت باتريك وباغت الجميع. حاولات ولا عودة تكتب لأبناء الخابور، بينما كرة الآن لل15. راكس السامبا، الانفجار الجديد، الهداف القادم من محاولة واحدة. باتريك يسجل، وغوستافو هنريك يسجل، غوستافو يضع التقدم، وتغييرات طلال مباشرة تجعل الانفجار في مدرج زاخو، في مدرج المارد الأبيض في الألوان البيضاء والحمراء. هنا أجواء رهيبة سنعيشها الآن، سنراها الآن، ولكن عد بي إلى الإعادة لتشاهد الجمال، لتشاهد إمكانية مهاجم كبير من أنصاف الفرص. وهذه واحدة، سجل الكرة بيمناه قوية وفي سقف مرمى فهد. لا أوفسايد، نو أوفسايد، والكرة في المكان الذي يقف فيه فهد طالب. أين الحضور يا فهد؟ ومتى الرد يا فهد؟ لكنه صاروخ من ساو باولو، من الريو، من كل أنحاء البرازيل إلى مدينة الخابور. بالجمال والدلال تتواصل الأفراح على جسر دلال، على الجسر العباسي لمدينة الخابور. 2024 2025 التعادل لا يزال قائم. هنا حارس المرمى يخطئ، حارس المرمى يخطئ بالكرة الماضية، وبالتالي حارس المرمى مصطفى جاسم هذا الخطأ يكلف الفريق هدف، يكلف الفريق جول. شوف الكرة وشوف المتابعة، وأي خطأ من حارس المرمى يرتكب الآن. الحارس الشاب يخطأ في هذه الكرة، يخطأ بتوقيت الكرة، يخطأ باستلام الكرة، وبالتالي الكرة تكلف الفريق هدف. نيدي فريكي يحاول الآن لم الكرة، بعد ذلك التمرير، هذه خطيرة لأحمد محمود. الله، جول ثاني، هدف ثاني لأبناء السليمانية، هدف ثاني لأبناء السليمانية الآن لنوروز. سجل الثاني أحمد محمود في الدقيقة 31 يظهر لنا الآن، ويضيف في الثاني جول ثاني، هدف ثاني لنوروز لأبناء السليمانية، ويتقدمون من خلال هذا اللاعب 5 أهداف هذا الموسم. شوف الكرة، ندى فريكي لمروان، بعد ذلك التمرير والتسديد بظاهر القدم اليمنى. التسديدة كانت قوية وكانت رائعة،
من قبل أحمد محمود ليتقدم بهدف ثاني. هذا هدف مشابه لهدف اللاعب جوستافو يوم أمس في مرمى الطلبة، بنفس الزاوية بنفس الطريقة، بهكذا مكان سدد الكرة وسجل جوستافو يوم أمس في مرمى الطلبة بهكذا طريقة. واليوم نوروز كذلك إلى جهة اليمين. هذا المرور الممتاز، بينما مروان وهدف ثالث، هدف ثالث لنوروز. الله على الهداف، الله على الهداف. مروان حسين يأتي بالهدف الثالث وجول. مروان يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45. وافرحي افرحي يا جماهير نوروز. الهدف الثاني عشر لهذا اللاعب من خلال هذا الموسم، من خلال هذا الموسم. شوف أحمد محمود لمروان حسين اللي ما كذب خبر، اللي ما كذب خبر. شوف التفاهم، الله الله على التفاهم الكبير من خلال اللقطة الماضية. ومروان اللي ما كذب خبر، مروان الهداف بمجرد انه وضع قدمه فيها لفريق دياله لعلي عبد الله، وهو اللاعب الوحيد اللي سجل في مرمى الفريق. الله الله الله. في ذكر الاهداف الجميله ياتي جميل الهدف، ياتي جميل الهدف هذه المره. ايمن الصفاقسي يرتقي وبكرة بالراس. الله 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 على ايام وذكر ايام علي عبد الله. ياتي لنا هذه المرة المحترف ايمن الصفاقسي، سجل وقلل الفارق لديالا. يسجل الان خاسرا المباراة، بينما الله مروان يا مروان، مروان يا مروان، الله عليك يا مروان على هذا الهدف الجميل. هذا من السليمانية، من السليمانية إلى العاصمة بغداد، إلى العاصمة بغداد. شوف تقدم فيها، تقدم هوبا. يوه على هذا الهدف، يوه على هذا الهدف الجميل. الله الله عليك يا مروان حسين، يا سلام. علاء سعد يتقدم. علاء جول حطها علاء سعد، يسجل لنفط ميسان. هدف لنفط ميسان. شوفها بالإعادة، صعبة على رباس عبد الله، وبالتالي يسجل على سعد أول أهداف المباراة. 1-0. هذا الهدف سيغير كثيرا من شكل المباراة، سيعطينا أجواء أكثر إثارة في قادم الدقائق، وبالتالي نفط ميسان يأخذ الأسبقية في مباراة اليوم. 1-0. ركلة حرة مباشرة، حسن عاشور تلعب الكرة عالية داخل المنطقة، خطيرة مرة أخرى، التسديدة. الله الله. محمد مزهر يعود بالقرمة إلى التعادل. 1-1 تعادل إيجابي. شوفها بالإعادة، الإبعاد من علاء، ولكن بعد ذلك المتابعة جاءت عن طريق محمد مزهر. يا سلام يا سلام، حطها صعبة على حارس المرمى، وبالتالي يعدل نتيجة المباراة هنا للقرمة. 1-1 تعادل إيجابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى عودة للشوط
الثاني من لقاء نادي القاسم ونادي النجف. تركنا الشوط الأول بتقدم فريق النجف بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب إياي أتيموين اللاعب النيجيري في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول. ونذكر بأن هناك ضياع لركلة جزاء لفريق النجف عن طريق اللاعب دومينيك ميندي اللاعب السنغالي في الدقيقة 15 تصدى لها حارس المرمى الحارس علي خالد اللي كان من خلال الشوط الأول متميز جدا بتألقه بإبعاده للعديد من الكرات. فريق النجف كان في الشوط الأول أفضل على مستوى الاستحواذ والكرات الخطيرة. فريق القاسم اعتمد على الكرات المرتدة واعتمد كذلك على سرعة اللاعب سيف رشيد والحارث حاتم عندما يكون في الكرات المرتدة. والكل يعلم بأنه الحارث حاتم بالكرات المرتدة وانطلاقاته السريعة التي عودنا عليها. هذه جماهير النجف الفرحة بهذا التقدم مع انطلاقة الشوط الثاني. طبعا لدينا تغيير ما بين الشوطين للمدرب أيمن الحكيم، دخول مؤمل راشد وخروج للاعب منتظر عبد السادة. حارث حاتم نادي القاسم على اليمين الآن وفريق النجف على اليسار. الله الله على التسديدة الماضية، تسديدة قوية، ولكن رضا عبد العزيز تمكن من الكرة وأبعد الكرة، ومن ثم المدافع أحمد ماكنزي أبعد الكرة الماضية. كانت خطيرة لمصلحة نادي القاسم. هذه أول الفرص من خلال الشوط الثاني. ربما يكون الشوط الثاني مختلف تماما بالنسبة لنادي القاسم هجوميا. أتحدث عن المحاولات الهجومية، وهذه المحاولة راسية. الله، يأتي الرد من أسود بابل. جول، هدف التعادل ومنو غيره سيف رشيد الآن يأتي بالراسية هذه. الله 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 الله، يا جمال الهدف، يا جمال الهدف، يا روعة الهدف. هدف رائع وهدف جميل، يأتي بالتعديل سيف رشيد ويصل للهدف التاسع من خلال هذا الموسم. يتساوى مع الحارث حاتم، سجل بالراس، سجل لأسود بابل ليتعادل في الدقيقة 48 بهدف جميل. الآن هدف جميل، 1-1، هدف جميل. عادت الأمور إلى نقطة البداية، ولكنها ليست سلبية بل إيجابية بهدف مقابل هدف. مباراة راح تكون جميلة، مباراة راح تكون غاية في الروعة ما بين الفريقين في الدقائق القادمة. كرة التي انطلق فيها إياي، وبعد ذلك الصافرة والخطأ، وركلة حرة مباشرة للمدافع، المدافع حسين محسن. مندي، أحمد نعيم، حارث حاتم، كرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس. بداية جيدة، بداية موفقة من خلال الشوط الثاني لنادي القاسم، يدرك التعادل وبهدف جميل. هنا ممكن الثاني، والتسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب. بداية قوية، بداية رائعة لأسود بابل باللقطة الماضية. شوف الإعادة لكرة كرار فالح، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى.
كرة في الوسط، هجوم الآن. محمد قاسم لماكنزي، هذه خطيرة. الله، جول 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 جول. يأتي الرد سريعا، يعودون سريعا أبناء الغزلان، يعودون سريعا غزلان البادية ليتقدمون بالهدف الثاني. رضا حاتم سجل الثاني. شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف أحمد ماكنزي ورضا هوبا بلمسة 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 جميلة. هذه لمسة فنان، هذه لمسة فنان على يسار حارس المرمى ليتقدم غزلان البادية. يتقدم للمرة الثانية فريق النجف بهدفين مقابل هدف واحد. جميلة المباراة، اي والله جميلة المباراة، حلوة 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 المباراة. أضاف الثاني رضا محمد حاتم ليتقدم النجف بهدفين مقابل هدف واحد. سيف رشيد عندما تعادل في الدقيقة 48 سجل الثاني رضا محمد حاتم في الدقيقة 51. مباراة جميلة فيها 3 أهداف لغاية الآن. أفضلية للأزرق من خلال هذه المباراة. رمية تماس، أحمد نعيم، ضربة رأسية، متابعة للحارث حاتم، تدخل، وبالتالي حكم المباراة يحتسب خطأ وركلة حرة للحارث حاتم. بالسلامة للحارث حاتم. كرة أمامية لنادي قاسم، هل يدرك التعادل للمرة الثانية؟ هل يعود؟ ننتظر ونتابع، كلاهما قادران على التسجيل. نادي القاسم يمتلك مؤهلات تمكن الفريق من التسجيل للمرة الثانية، وهذه كرة ولكنها وصلت لحارس المرمى. كذلك فريق النجف يمتلك من الأسماء ويمتلك من اللاعبين تمكن الفريق من التسجيل والوصول للمرة الثالثة من خلال هذه المباراة. هذه كرة دومينيك مندي، أمامية الكرة، كرة وصلت لحارس المرمى رضا محمد حاتم. الهدف الثاني لمسة لاعب، اي والله لمسة لاعب، لمسة فنان، لمسة لاعب لديه الكثير في الملاعب، لمسة لاعب لديه الفكر العالي في الملاعب. سجل بطريقة ممتازة، يا دوب يعني وضع قدمه فيها، وبالتالي وين راحت؟ راحت على الزاوية البعيدة، بعيدة عن متناول حارس المرمى، وبالتالي سجل هدف جميل، هدف من الأهداف الجميلة التي سجلت من خلال هذا الموسم. إياي كرة إلى خارج أرضية الملعب، عالية الكرة، محمد الباقر اصطدت بفابريس وتحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. بالسلامة لفابريس.
شوف هذه الإعادة للكرة الأولى، كرة الحارث حاتم، بعد ذلك فابريس، وبالتالي لا يزال كلاهما ملقيان على أرضية الملعب. أيمن الحكيم بعدما عاد الفريق إلى هدف التعادل يتأخر للمرة الثانية، ولكن سجل في مرمى فريق القاسم. العودة كانت سريعة بالنسبة لفريق النجف، العودة كانت سريعة بالنسبة لفريق النجف عندما سجل الثاني. عبد الغني شهد يطلب من أحد اللاعبين، ربما سيكون تغيير. شوف هذه الكرة اصطدت بوجه اللاعب، يعني الكرة في مثل هكذا مسافة، بينما محمد الباقر سدد الكرة وفدائية من فابريس. تبقى المحاولة إبعاد بضربة رأسية، فابريس للمرة الثانية، محمد الباقر الله على الاستلام وبعد ذلك التمرير. عادت الكرة، تبقى المحاولة، عمار داخل، كرة بجهة اليمين، إياي نجف، حاولة مستمرة، طلاقة سريعة، تمرير، ولكن عمار داخل. أو هذا حسين محسن المدافع في اللقطة الماضية. هنا كرار، مجتبى، حارث حاتم، تمرير الكرة، بعد ذلك مجتبى، حارث حاتم يحاول أن يمر أحمد مكنزي. حكم المساعد الثاني علي فاضل أشار لاستمرار اللعب، وكانت مطالبة بخطأ، بينما هنا رضا حاتم وصافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. هذه الإعادة خطأ على حسين محسن في الكرة الماضية. هذا صاحب الهدف الثاني الجميل لفريق النجف. مباراة جميلة في شوطها الأول وفي شوطها الثاني كذلك. كرة القدم عندما تلعب بهكذا طريقة، عندما تكون فيها فرص وتكون فيها سرعة وتكون فيها كرات خطيرة وأهداف هنا وأهداف هناك ولمسات ولمحات، بكل تأكيد يعني كل هذه الأمور عندما تحضر في مباريات كرة القدم تكون المباراة جميلة جدا، وخصوصا في مثل هكذا أجواء وملعب مباراة جميل جدا. حارث حاتم بكرة خاطئة، يعود الحارث حاتم. شوف محمد الباقر، دومينيك كيميندي بكرة ملعوبة الآن، لدينا صافرة وخطأ لفابريس، هذا صاحب هدف التعادل. كرة الماضية كرة إلى جهة اليسار، أحمد مكنزي، تمرير الكرة، فابريس، أحمد نعيم، كرة بجهة اليمين، تمرير الكرة، بعد ذلك تبقى المحاولة والهجوم لمحمد الباقر، تقطع الكرة بشكل ممتاز، تمريرة كذلك وتغطية وصافرة وخطأ على إياي، ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي القاسم. كرار فالح، ربع ساعة من زمن الشوط الثاني، دقيقة 60 من عمر المباراة، تقدم لفريق النجف بهدفين مقابل هدف واحد لفريق نادي القاسم. يا من تتابع وتشاهد عبر
قنوات وشبكة الإعلام العراقي. جولة 22 من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. مباريات دورينا مستمرة. الأهداف سجلت. بدأ النجف في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب إياي أتيموين لاعب النيجيري، ومن ثم مع بداية الشوط الثاني تعادل سيف رشيد لنادي القاسم بكرة رأسية جميلة، ومن ثم في الدقيقة 51 سجل الثاني رضا محمد حاكم، بينما محمد قاسم يحاول الآن وسدد الكرة وكالطريقة المعتاد بها محمد قاسم كالمعتاد بالطريقة التي دائما يسدد بها على الزاوية البعيدة على القائم البعيد. شوف هذه الكرة وهذه المحاولة، دائما يحاول أن يلعب الكرات بهكذا طريقة ويسجل من خلالها. يسجل نعم، أغلب الكرات سجلت بهكذا طريقة. فابرس وخروج لحارس المرمى أقرب للكرة رضا عبد العزيز. تمرير الآن محمد قاسم، بشير جورياني يحاول عرضية، هذه ممتازة ورائعة جدا الكرة الماضية، ولكن فيها إبعاد. عادت لحارس المرمى علي خالد. عمار داخل، مجتبى لعمار، كرار فالح، تمرير الكرة من مؤمل لاعب البديل مؤمل راشد لمجتبى، ولكنها تقطع إلى خارج أرضية الملعب. تغيير الآن، علي فاز بديلا لإياي أتيموين. يغادر صاحب الهدف الأول في هذه المباراة، هذا هدفه الذي سجله في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول. هنا كرة الهدف، وهذا هدف الثاني من خلال هذا الموسم مع فريق النجف. إياي أتيموين لاعب النيجيري يغادر، وعلي فاز يشارك بديلا له. كذلك علي فاز هدف واحد من خلال هذا الموسم، سجل في مرمى كربلاء من ركلة جزاء في مباراة 1-1. رضا إلى خارج أرضية الملعب. شوف جمهور النجف، الله الله على جماهير الغزلان على المدرجات يا أخي، بهكذا صورة ممتازة ومعبرة، بهكذا صورة مميزة، لهكذا جمهور مميز على المدرجات. جمهور النجف فرح لغاية الآن بهذا التقدم. كرة إلى تماس، تنفذ الكرة، بعد ذلك إبعاد، تبقى المحاولة إلى خارج أرضية الملعب. جورياني لاعب التونسي بشير بن محمد، كذلك هدف واحد هذا الموسم. كرة إلى رمية تماس، تقطع بشكل ممتاز من قبل كرار علي مدافع نادي القاسم. أحمد نعيم، كرة مقطوعة لمجتبى، تنقل للأمام، إبعاد بضربة رأسية. محمد الباقر باتجاه الحارث حاتم، ولكن فابرس توغولي أبعد الكرة بشكل ممتاز. تبقى المحاولة، وهنا الهجوم وتسديد الكرة من سيف رشيد. سدد
الكرة ولكنها بأحضان حارس المرمى في اللقطة الماضية. هذا سيف وحصل الكرة في اللقطة الماضية. رضا عبد العزيز تمرير الكرة، أحمد مكنزي، عمار داخل، حارث حاتم، محمد الباقر طالت إلى التماس، طالت إلى رمية تماس. أحمد نعيم تنفذ الكرة، دومينيك كيميندي، هنا اللاعب مؤمن راشد البديل الوحيد، تغيير اللي أجراه المدرب أيمن الحكيم لنادي القاسم ما بين الشوطين، بخروج منتظر عبد السادة ودخول مؤمن راشد. تمرير الكرة، محمد صالح، وصلت لأحمد مكنزي صانع الهدف الثاني، توغل داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة بعد ذلك فيها إبعاد للكرة. مرة أخرى فريق نادي القاسم يعتمد على الكرات المرتدة، يعود للاعتماد على الكرات المرتدة، بينما كرار علي خالد، كرة أمامية الآن، حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب، كرار فالح، عالية الكرة، مجتبى، تمرير الآن، تبادل الكرات، أقرب لمحمد جاسم، بعد ذلك التمرير لأحمد مكنزي، محمد جاسم، تمرير الآن، رضا حاتم، هجوم للنجف، محاولة مستمرة، هذه عرضية لمحمد قاسم، وصلت الكرة، دومينيك ميندي، تمرير رضا محمد حاتم يحاول، ولكن الكرة مقطوعة، كرار علي، أحمد مكنزي يجب إخراج الكرة. يا شباب لدينا لاعب ملقى على أرضية الملعب، وسلامة اللاعب أولا وأخيرا، أهم من كل شيء سلامة اللاعب. بالسلامة لحسين محسن، بالسلامة لحسين محسن بكرة مع اللاعب جورياني البشير بن محمد، وكانت مطالبة بخطأ. حكم الرابع ليث فرحان والمدرب أيمن الحكيم يطالب كان بخطأ، وشوف على حسابه من خلال اللقطة الماضية. بالسلامة لحسين مدافع نادي القاسم، أجواء جميلة على المدرجات، أجواء جميلة على المستطيل الأخضر هنا في محافظة النجف الأشرف. بالسلامة لحسين محسن، محافظة النجف الأشرف وضيوف هذه المحافظة، ليس فقط على مستوى كرة القدم، في كل المجالات. نجف الأشرف، ضريح سيدي ومولاي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ضريح وقبة وطيور وبساتين، ضريح وقبة وطيور وبساتين، وهلا على وجوهها هنة، وهلا على وجوهها هنة، قدر أقدار اللي يطب للنجف تتلقاه معازيم من باب الحويش العتبة الدار. اللي معذب علي، اي والله
المعذب علي ما رد له مكسور ولا خدامه بردت بالحكي الحام. اي والله النجف. ركلة مرمى الآن، عالية الكرة. اللهم احفظ النجف وكل محافظات العراق من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب. دومينيك مندي، كرة بجهة اليسار داخل منطقة الجزاء، المحاولة مستمرة ولكن كرار علي المدافع أبعد الكرة الماضية. مندي تمرير الآن، محمد صالح، تبقى المحاولة والهجوم. محمد قاسم يحاول والكرة بعد ذلك مقطوعة الآن، مقطوعة أصبحت مرتدة. هجوم مجتبى محسن يحاول، راح يسدد، سدد الكرة ولكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. بعيدة، محاولة لمجتبى محسن مرت إلى ركلة مرمى الآن. كرة تنفذ للأمام، إبعاد للكرة. هنا الكرة التي من خلالها احتسب الخطأ. حسين محسن، تمرير الآن، بعد ذلك عالية الكرة ومرت إلى خارج أرضية الملعب. محاولات مستمرة. هذا حيدر عبد الرحيم خلال هذا الموسم لديه هدف، بينما هنا لاعب الذي وصل ل9 أهداف سيف رشيد مع هدفه اللي بهذه المباراة، الهدف الجميل الذي سجل بضربة رأسية. بشير غورياني، محمد الباقر، حارث حاتم، تمريرات ممتازة. محمد الباقر، علي فاز، حاولة مستمرة. دومينيك مندي، مقطوعة الكرة الآن. محمد الباقر، فابريس، تبادل الكرات ممتاز. هذا المدافع ممتاز، هذا المدافع، انطلق المدافع، طلب الكرة المدافع، راح يسجل المدافع. ممتاز فابريس. اي والله انطلاقة كانت سريعة لفابريس التاغولي وكان ممكن، ولكن الكرة اقرب لعلي خالد. قاسم يحاول، كرة فيها عودة لحارس المرمى. بعد ذلك الكرة خاطئة من احمد نعيم. تمرير الآن، عرضية عالية. هل يتمكن من التسجيل نادي القاسم؟ لدينا تغيير. فريق الذي بعد ما تأهل بكل تأكيد لدور الأضواء وتشاهد نادي القاسم يقدم أفضل ما لديه. فريق لديه جماهير ولديه حضور ممتاز. خروج لعمار داخل. اعتقد نور الحسين فلاح.
نور الحسين فلاح. يشارك الآن محمد قاسم بالتمرير. رضا حاكم حتى في هذه المباراة جمهور نادي القاسم حاضرا من خلال هذه المباراة، يؤازر الفريق وينتظر أن يعود الفريق إلى هدف التعادل للمرة الثانية. الحارث حاتم تمرير الكرة، بينما هنا تقطع عن طريق دومينيك كيمندي. محمد جاسم عادت لنادي القاسم أمامية الآن. أحمد نعيم، بشير جورياني، محمد قاسم بتمريره، هذه انطلاقة سريعة. رضا حاكم رضا للثالث حالة تسلل. لا مو عليك على الأول، على رضا اعتقد على رضا الحالة على رضا، ما كانت على ماكنزي. شوف الإعادة، رضا اللي كان متسلل، ماكنزي ما كان متسلل، وبالتالي الكرة يلغى الهدف فيها وحالة تسلل. ركلة حرة غير مباشرة. رضا اللي كان متسلل على ما اعتقد. عبد الغني شهد، حالة تسلل، إذن يلغى الهدف. لقاءات الفريقين طبعا 9 لقاءات في الدوري، مع لقاء المرحلة الأولى لهذا الموسم. لقاء المرحلة الأولى الذي انتهى بهدف طبعا لمحمد قاسم في هذا الملعب بهدف مقابل لا شيء. هنا التمرير، كرة وصلت لدومينيك مندي يحاول سدد الكرة. رضا حاكم، محمد صالح، تسديدة من مسافة بعيدة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. ال9 لقاءات الماضية التي جمعت الفريقين في الدوري، النجف فاز ب6 لقاءات ونادي القاسم فاز بلقاء واحد فقط، والتعادل حضر في لقاءين. محمد صالح محمد قاسم، أحمد ماكنزي، حالة التسلل واحدة فقط في المباراة. تصور عزيزي المشاهد وصولا للدقيقة 79 ولدينا حالة تسلل واحدة فقط في المباراة. كرات متبادلة. أول لقاء جمع الفريقين موسم 2021 انتهى بهدف مقابل هدف. في يوم سجل لنادي القاسم مصطفى مؤيد، وسجل لفريق النجف أول هدف في مرمى القاسم لاعب طاهر حميد، واحد من اللاعبين المميزين مع فريق النجف. الكل يعلم قدم الكثير هذا اللاعب لفريق النجف لمواسم عديدة. بينما هنا الكرة تنقل للأمام ولكنها وصلت لحارس المرمى. هذا طبعا كان التعادل بالمرحلة الأولى أول لقاء. المرحلة الثانية بنفس الموسم 2021 انتهى لمصلحة النجف، وكان أول فوز لفريق النجف على فريق نادي القاسم، وكان عن طريق من؟ أحمد لفتة كوني. في يومها هو اللي سجل الهدف الوحيد من خلال تلك المباراة. فوز الوحيد لنادي القاسم
على نادي النجف موسم 21-22 1-0 عن طريق اللاعب اللي وكانت ايامه الجميله مع نادي القاسم السنغالي ديمي داوودة. كرة راسية خطيرة ولكنها وصلت لحارس المرمى. هذه خطيرة لحيدر عبد الرحيم في الكرة الماضية، الضربة الراسية ولكنها وصلت لحارس المرمى. شوف هذا سيف رشيد رغم الإصابة رغم الدماء ولكنه يعني اللاعب المثابر اللي كله عزيمة وإصرار على البقاء من أجل الوصول لهدف التعديل. هو سجل ويريد أن يسجل الثاني، سجل ولكنه يطمح لكي يصل لهدف ثاني. سيف رشيد بضربة راسية لمحمد الباقر، كرة بجهة اليسار. هذه محاولة مستمرة، الكرة العرضية عالية للأمام وصلت لدومينيك مندي، انطلاقة سريعة وبعد ذلك التمريرة ولكن قراءة جيدة بقطع الكرة. مجتبى أحمد ماكنزي، رمية تماس، تغيير الآن. شبر علي بديلا لرضا محمد حاكم صاحب الهدف الثاني اللي سبق وأن مثل فريق نادي القاسم، سجل في مرمى الفريق السابق. يغادر الآن رمية تماس، الكرة تنفذ ووصلت لحارس المرمى. فابريس محمد قاسم، تمريرة ممتازة. الله الله الله، والله الراية والكرة اللي ضاعت في كفة والتمريرة بكفة أخرى، كل الأمور بكفة والتمريرة بكفة. الله الله يا ولد يا محمد قاسم على هذه التمريرة الرائعة الممتازة، ولكن بعد ذلك كانت الراية حاضرة مع أن الكرة كان فيها شك الراية، ولكن يبقى القرار للحكم المساعد الأول كرار عباس. ولكن ياهي تمريرة ممتازة وياهي لمسة ممتازة ورائعة من قبل محمد قاسم. الكل يتفق على أنه هذا اللاعب لاعب ممتاز ويصنع الفارق ويقدم أفضل ما لديه مع أي نادي يمثله. سيف، كرة لمؤمن راشد، عرضية للأمام، علي فاز، مجتبى، محاولة مستمرة، كرار محمد الباقر حاول أن يمر وبعد ذلك هذه راسية ولكنها وصلت لحارس المرمى. هذه مرتدة سريعة الآن، دومينيك مندي 3 مقابل 3، 3 مقابل 3، مرة لمحمد قاسم، فتح زاوية للتسديد كالمعتاد ولكن الكرة بضغط ممتاز من كرار علي تقطع من مدافع فريق نادي القاسم. هذه مرتدة الآن، حارث حاتم طلب للكرة، سيف رشيد، سيف طلق يطالب بخطأ محمد قاسم. هذه الكرة التي تقطع من قبل المدافع كرار علي بشكل ممتاز. هجوم الآن، تنقل للأمام، فابريس، محمد الباقر، عرضية ولكنها اصطدت بمحمد قاسم. 7 أهداف لمحمد قاسم من خلال هذا الموسم. هذا محمد
بالمناسبة اليوم النجف يسجل مع أهداف هذه المباراة، طبعا يصل للهدف 11 في مرمى نادي القاسم. ما قبل هذه المباراة سجل 9 أهداف في 9 لقاءات سابقة جمعت الفريقين، 9 أهداف سجل، واليوم سجل هدفين في مرمى نادي القاسم، بينما فريق نادي القاسم سجل مع هدف هذه المباراة 5 أهداف في اللقاء العاشر الذي يجمع الفريقين. يعني في 9 لقاءات سجل 4 أهداف فقط في مرمى النجف. تمرير شبر أمامية الكرة، $14 خطأ في المباراة، 10 النجف 4 نادي القاسم. والمحاولة مستمرة، محمد الباقر بكرة عرضية، أحمد نعيم بالكرة الأولى والثانية وصلت للحارس حاتم، تنقل عالية ومرت من الجميع إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى الآن، لدينا مسلم ميثم سيشارك، لاعب الشاب، وكذلك لدينا نسيم سيود لاعب التونسي سيشارك مع فريق النجف. تغيير لكل مدرب، هذا اللاعب الشاب كرار يغادر ومسلم ميثم يشارك. نسيم يشارك لفريق النجف. من غادر؟ بشير محمد قاسم. تمرير الكرة، دقائق الأخيرة من عمر المباراة، كرة داخل منطقة الجزاء، صدارة طبعا لزاخو 42 نقطة، زوراء بالمركز الثاني ب40 نقطة، زوراء يقابل الكهرباء وزاخو يقابل الميناء، المباراة التي تقام بنفس التوقيت في ملعب زاخو. مركز الثالث فريق الشرطة ب38 نقطة، ولكن من 19 مباراة يلاقي فريق الطلبة من خلال هذه الجولة هذا اللاعب شبر علي. مركز الخامس أو الرابع فريق القوة الجوية ب38 نقطة ب22 مباراة. فريق القوة الجوية اللي تعادل أمام فريق النفط بدون أهداف من خلال هذه الجولة. يغادر محمد قاسم ويشارك نسيم صيود. دوك بالمركز الخامس من 19 مباراة 34 نقطة. مركز السادس الطلبة ب34 نقطة. دوك طبعا مباراة مؤجلة أمام فريق أربيل، وحتى في الجولة القادمة مباراة مؤجلة في الجولة 23 أمام نفط ميسان. نتائج هذه الجولة: نفط ميسان يخسر من الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد، تعادل نفط البصرة وكربلاء بدون أهداف، فوز ديانة على الحدود بهدفين مقابل لا شيء. المباريات المتبقية: زاخو ميناء، زوراء كهرباء، القرمة نوروز، الطلبة الشرطة. كآخر مباريات هذه الجولة نادي القاسم مباراة القادمة في الجولة 23 يواجه فريق النفط
يواجه فريق النفط، بينما النجف يواجه الزوراء. يستضيف الزوراء في الجولة القادمة. كرة ملعوبة الآن، تمرير الكرة، 90 دقيقة انتهت. نلعب في الوقت المضاف 5 دقائق بتقدير من حكم المباراة. صدارة الهدافين، فابرس يتقدم ووصلت لحارس المرمى. صدارة الهدافين بطبيعة الحال بعد الوصول للجولة 22، يعني بعد انتهاء 21 جولة، غوستافو في الصدارة. لاعب نادي زاخو ب 15 هدف، وفي الترتيب الثاني مهند علي لاعب نادي الشرطة ب 14 هدف، وثالثا مروان حسين لاعب نادي نوروز ب 13 هدف. ذو الفقار محمد بديله لمحمد الباقر، تغيير للمدرب أيمن الحكيم. كرة أمامية الآن. اليوم النجف يصل للهدف رقم 23. ما قبل هذا اللقاء في 21 جولة سجل 21 هدف، في مرماه 16 هدف. اليوم يصبح في مرماه 17 هدف مع هدف هذه المباراة لنادي القاسم. دومينيك مندي، نسيم سيود يحاول التونسي، مرر والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. هذا كرار علي مدافع فريق نادي القاسم. نادي القاسم يصل للهدف رقم 24 وشباكة تستقبل الهدف رقم 21. رمية تماس، أحمد نعيم، جورياني، بشير بن محمد، كرة تنفذ للأمام. هذا اللاعب الشاب مسلم ميثم أحد تغييرات هذا المدرب أيمن الحكيم. تمرير الكرة، حارث حاتم، كرة داخل منطقة الجزاء ولكنها وصلت لحارس المرمى رضا عبد العزيز. فريق النجف يتقدم للمركز 12 من 14 إلى 12. إذا ما انتهت المباراة بهذه النتيجة، الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، طبعا بانتظار باقي نتائج المباريات. وزاخو كذلك في ظل تقدمه سيصل للنقطة رقم 45 متمسكا في الصدارة. هذه الكرة التي يحتسب فيها خطأ. أمامية الكرة عالية، كرة ملعوبة الآن. هنا شبر، مباراة زاخو سجل فيها غوستافو، يصل للهدف 16، يبقى في صدارة الهدافين، وزاخو يبقى في صدارة دورينا لغاية الآن.
كرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية التماس تنفذ. خلاص الأمور، فريق النجف يصل للانتصار السابع، وفريق نادي القاسم الخسارة السادسة. مبروك لفريق النجف الفوز ونقاط المباراة، ومبروك لجماهير النجف كذلك. هارد لك لأسود باب النادي القاسم والخسارة السادسة من خلال هذا الموسم. كنت معكم معلقا للمباراة علي الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.